بعد اتهامه بخطف بنته والإتجار بالأعضاء، المحكمة بتحسم مصير سعد الصغير نهائياً. سعد الصغير الفنان الشعبي رجع تاني للساحة، بس المرة دي مش بفيديو كليب، المرة دي بحكم نهائي من محكمة النقد. محكمة النقد قالت كلمتها الأخيرة ورفضت الطعن اللي قدمه سعد الصغير، وأيدت حبسه 6 شهور في قضية حيازة مواد مخدرة. الحكم بقى نهائي ومفيش استئناف تاني خلاص. القصة بدأت لما سعد رجع من أمريكا، وفي مطار القاهرة أثناء التفتيش رجال الجمارك فتحوا شنطه ولقوا كمية من المواد المخدرة جوه الشنطة. ومن هنا بدأت القضية اللي هزت الوسط الفني كله. النيابة وجهت له تهمة الحيازة والتعاطي، وفي الأول المحكمة حكمت عليه 3 سنين سجن مشدد، لكن دفاعه قال إنه ما كانش يعرف إن الحاجة دي في شنطته وممكن تكون اتحطت من غير ما يعرف. بعد مداولات طويلة المحكمة خففت العقوبة ل6 شهور بس، وسعد قدم طعن تاني، لكن النهاردة محكمة النقد رفضته رسمياً. القضية دي أنهت أي أمل عند سعد في البراءة، واللي زود الجدل إن اسم سعد الصغير دايماً مرتبط بمشاكل، من أيام ما اتقال إنه خطف بنته، ولما طلعت شائعات عن الإتجار بالأعضاء البشرية، وساعتها الدنيا ولعت على السوشيال ميديا، وسعد طلع يرد ويقول كل ده إشاعات بتشوه سمعتي. ولغاية هنا انتهى الفيديو.